لكل العشاق والمحبين لكرة القدم، إن شاء الله في مباراة هامة ومرتقبة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك يوم الجمعة بأمر الله تعالى. المباراة هتكون في المملكة العربية السعودية بين بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل الكونفدرالية في بطولة كأس السوبر الإفريقي. بس هل يا ترى حد يعرف ايه اللي هيحصل لو انتهت المباراة بالتعادل؟ هل هنلجأ لوقت إضافي ولا هنلعب على طول ضربات جزاء؟ وايه اهم النتائج اللي حصلت في تاريخ مواجهات الفريقين؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال فيديو النهارده. بس في البدايه بنتمنى نعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان يوصلكم كل جديد. النادي الاهلي ونادي الزمالك التقوا في 233 مباراه، انتهت 103 مباراه بفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك. اما الزمالك ففاز في 53 مباراه، وانتهت المباراة بين الأهلي والزمالك بالتعادل في 77 مرة. النادي الأهلي أحرز 355 هدف، أما نادي الزمالك فأحرز 242 هدف في جميع البطولات والمسابقات اللي كانت بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. أما عن السؤال اللي هيكون دارج بين الناس، إيه اللي هيحصل لو انتهت مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك بكرة إن شاء الله بالتعادل بين الفريقين؟ هل هنلجأ لضربات الجزاء أم هيتم احتساب وقت إضافي؟ ده السؤال اللي بيسأله كتير من الجماهير. فعند انتهاء مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك، لو تم انتهاء المباراة بالتعادل، فوفقا للوائح الخاصة بالاتحاد الإفريقي لمباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي، فإن في حالة انتهاء المباراة بالتعادل هيتم اللجوء لركلات الجزاء مباشرة، ولن يتم اللجوء لوقت إضافي. بنتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وانتظروا معانا كل جديد. بنشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.